السلام عليكم. هنتكلم النهارده عن خمول الغده الدرقيه. هنعرف ايه هي الاسباب اللي ممكن تسبب كسل الغده، وايه هي الاعراض اللي ممكن نحس بيها، وهنتكلم كمان عن التحاليل المطلوبه وطريقه العلاج. في البدايه، ايه هي الغده الدرقيه؟ هي غده صغيره على شكل فراشه موجوده في مقدمه الرقبه. رغم حجمها الصغير ده، الا انها بتفرز هرمونات بتتحكم في كل حاجه تقريبا، بتتحكم في معدل الحرق ودرجة حرارة الجسم ونبضات القلب والتركيز وحتى المزاج. الغدة الدرقية بتفرز هرمونين مهمين جدا، وهم تي 3 وتي 4. اول ما يقل افرازها للهرمونات دي، يبدا المريض يحس بتعب وارهاق ويفتكر ان ده عادي، سواء من الشغل او من قله النوم. بس التعب بيزيد حتى لو واخد كفايته من النوم. يبدا كمان يلاحظ ان وزنه بيزيد حتى لو بياكل قليل. يحس ببروده في الاطراف حتى لو الجو كويس، ده غير نشفان الجلد وتساقط الشعر. بيكون دايما حاسس ان هو زهقان ومكتئب من غير سبب. وفي السيدات بتكون الدوره الشهريه متلخبطه والتبويض غير منتظم، او حتى حصل تاخر في الحمل من غير سبب واضح. تاني حاجه، ندخل على الاسباب. ايه هي الاسباب اللي ممكن تسبب كسل او خمول للغده الدرقيه؟ في اسباب كتير، واشهر سبب ان الجهاز المناعي بدل ما يحمي جسمك يبدا يهاجمه، فيبدا يفتكر ان الغده الدرقيه جسم غريب ويهاجمها، ويبدا يسبب التهاب مزمن وتدمير تدريجي للغده. المرض ده اسمه هاشيموتو، وده مرض مناعي ذاتي ومنتشر جدا في السيدات، خصوصا بعد الحمل او بعد سن ال40. وساعات بيكون السبب نتيجه لعلاج سابق. مريض كان عنده نشاط في الغده فتعالج بيود مشع او جراحه، وده خلى الغده تبطأ اكتر من اللازم. وممكن ما يكونش فيه سبب واضح للخمول ده، والغده تضعف تدريجيا كانها بتعجز بدري. بعد ما عرفنا الاعراض والاسباب، عاوزين نعرف ايه هي التحاليل اللي ممكن تعرفنا اذا كان في خمول في الغده ولا لا. اول حاجه، الدكتور بيطلب تحليل اسمه تي اس اتش. التي اس اتش ده زي الماسترو اللي بيتحكم في تنظيم شغل الغده الدرقيه. يتم افرازه من الغده النخاميه عشان يحفزها تطلع الهرمونات بتاعتها. فلو لقينا التي اس اتش عالي، فدي اول علامه على وجود خمول في الغده الدرقيه. بس ما بنكتفيش بكده، ولازم كمان نشوف مستوى التي 4، وده الهرمون اللي بتفرزه الغده الدرقيه. فلو كان ظاهر في التحليل انه قليل والتي اس اتش عالي، فده بيأكد على وجود خمول في الغده الدرقيه. ولو لسه في البدايه، ممكن التي 4 يكون طبيعي بس التي اس اتش يكون عالي شويه. ولو شكينا في سبب مناعي، بنطلب تحليل اسمه انتي تي بي او، وده بيكشف لنا اذا كان الجهاز المناعي هو اللي بيهاجم الغده ولا لا. وفي بعض الحالات بنعمل سونار على الغده عشان نشوف شكلها وحجمها، خصوصا لو في شك في مرض مناعي زي هاشيموتو او تورم في الرقبه. كده عرفنا الاسباب والاعراض وايه التحاليل المطلوبه. ندخل في طريقه العلاج. خلاص اكتشفنا ان الغده تعبانه ومش عارفه تشتغل، فنبدا نشوف حل. والبشرى في الموضوع ان العلاج موجود ومؤثر جدا. الغده اللي ما بتكسل احنا بنعوضها من بره، وبندي الجسم الهرمون اللي ناقصه في صوره دواء. الدواء ده مش مجرد مسكن، ده بديل بيكمل شغل الغده اللي مش عارفه تكمل. وطبعا الجرعه مختلفه من واحد للتاني على حسب طبيعه الجسم. الطبيب المعالج بيبدا بجرعه مبدئيه، ويراجع بتحليل التي اس اتش كل 6 ل 8 اسابيع. ولو لقي ان التحاليل كويسه، بيكمل على نفس الجرعه. ولو لسه، بيزودها او يقللها على حسب التحليل والاعراض اللي بيشتكي منها المريض. المهم الالتزام بالعلاج والتحاليل بانتظام والمتابعه مع الدكتور. وبس كده. لو عندك اي سؤال او حابب نتكلم في موضوع معين، اكتب لنا تحت في الكومنتات.